قرأت قصة عن أحد الملحدين، رجل ألماني ذهب إلى مصر للسياحة، فسكن في أحد الفنادق هو وزوجته، ثم خرج قريبا من الشط يريد أن يصور الشمس ويصور البحر، فلما صور وانتهى ونظر وإذا فيه رجل واقف، وهو رجل عامل نظافة في المكان، وظهرت صورته في هذه الصورة وهو سينشرها. قالت لزوجته لابد تستأذن من هذا العامل. أقبل إلى هذا العامل وحاول أنه يفهمه أنك تسمح لنا، ولا العامل لا يفهم لغته، فأذن له. ثم سأل قال أنت ماذا تفعل؟ تعمل تمارين؟ قال لا، أنا كنت أصلي. يقوله العامل هذا واسمه يوسف، قال كنت أصلي. قال كيف تصلي؟ أن تؤمن في رب. فما استطاع يتفاهم معه، فنادى، كان في مدرب سباحة، ناداه حتى يترجم بينهما، فأخبره العامل هذا البسيط إن فيه رب وفيه خالق وأنا أتقرب إليه بالصلاة والسجود. فتركه هذا الألماني وذهب وأخذ يفكر، قال كيف يعبد رب ما رآه؟ كيف يعبد رب ما لمسه ما جلس؟ كيف يعبد رب هكذا؟ فلما جاء من غد التقى بيوسف، ويوسف هذا ينظف، فناداه يوسف. فلما جاء قال للألماني أعطني يدك، فأعطاه يده وأمسكها على جنب، ثم نفخ في الهواء. يوسف هذا نفخ في الهواء، ثم قال للألماني هل رأيت شيئا؟ قال لا. فأخذ اليد ونفخ فيها، ثم قال هل رأيت شيئا؟ قال ما رأيت، لكنك أخرجت هواء. قال كيف أنت لا لمست الهواء؟ قال لكني شعرت بأثره، لما مر الهواء شعرت بأثره. قال كذلك ربنا سبحانه وتعالى، نحن سنراه في الآخرة، لكننا في الدنيا أرسل إلينا رسلا، أنزل إلينا كتبا، ندعوه فيستجيب لنا، نستنصره فينصرنا إلى آخر، وبالتالي نحن نتقرب إليه لأجل ذلك.